السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لورين جيمس على انجلترا، وبالطبع سنعود على الحديث عن نيجيريا، لكن على المنتخبات الافريقيه بشكل عام. سيشهد ملعب هند مارش بمدينه اديليد مواجهه قويه تعد بالكثير بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، وذلك في اطار ثمن نهائي كاس العالم للسيدات المقامه باستراليا. فالاجواء ايجابيه داخل الفريقين المنافسين، خصوصا المغربي الذي ترغب لاعباته في صناعه المفاجاه امام لاعبات افيرونار. التفاصيل في تقرير مفدنا عبد المجيد السباوي. المنتخب المغربي للسيدات يجري تدريباته الأخيرة بالمركز الرياضي ماردن سبورتس بمدينة أديلايد الأسترالية، وذلك قبل مواجهته المرتقبة بثمر نهائي كأس العالم لنظيره الفرنسي. استعدادات مكثفة في أجواء من التركيز والرغبة في الفوز وفي صناعة المفاجآت هنا بأديلايد. منتخبنا يضم الكثير من اللاعبات بجنسية فرنسية يعرفن الدور الفرنسي ويلعبن فيه مع بعض اللاعبات الفرنسيات في المنتخب الفرنسي، لكننا نمنح أهمية لهذه المباراة مثل الأهمية التي منحناها لمباراتي كولومبيا وكوريا. لهذا فنحن لا نشعر بالضغط من أجل هذه المباراة الرائعة التي تهم دور الثمن النهائي. تدريبات عرفت مشاركة خديجة الرميشي وابتسام الجريدي اللتان تدربتا بشكل منفرد في الحصة السابقة بالمركز نفسه، والمدرب بيدروس يشعر بالاطمئنان لجاهزية جميع لاعبات المنتخب المغربي. حاليا الكل بخير، ففي يوم أمس تدرب الجميع، وفي مساء اليوم ستكون الحصة التدريبية الأخيرة التي سنعاين فيها وضعية وحالة بعض اللاعبات، لكن إجمالا ليس هناك أي حالات إصابة التي قد تجعلني أقلق على الفريق. وفي مساء اليوم ستشارك جميع اللاعبات في التدريبات التي تسبق المباراة. بالمركز الرياضي إليس بارك خاض المنتخب الفرنسي للسيدات مرانه الأخير تحت أعين إيرفي غوناغ المدرب السابق لأسود الأطلس، الذي اهتم في الأيام السابقة بجمع كل التفاصيل والمعلومات المتاحة عن خصمه المقبل تفاديا لعامل المفاجأة. كنا نتوقع أن هذه المباراة يمكن أن تحدث، لذلك استعددنا لها بصورة مثالية. كان هناك عمل رائع تم القيام به، والآن نحن بحاجة إلى التأهل على أرض الملعب. لدي ذكريات رائعة منذ أن كنت في المغرب، ولدي بعض الأصدقاء الرائعين هناك أيضا، لكننا الآن بحاجة إلى التركيز على كرة القدم. هنا ربما قد يدخل مواجهته ضد المغرب محروما من خدمات مايل لاكراغ التي تعرضت في المباراة السابقة إلى إصابة عضلية، لكن باقي اللاعبات على أهبة الاستعداد وعلى رأسهن كنزة دايلي. ندرك أن المغرب فريق يجيد الدفاع، لكنهن قادرات أيضا على الهجوم بشكل ممتاز. لديهم بعض اللاعبات الموهوبات والقادرات على إلحاق الضرر بأي منافس. لن تكون مباراة سهلة، لذلك لا نتوقع التسجيل في أول 5 أو 10 دقائق. علينا التحلي بالهدوء. سيشهد هذا الملعب مواجهة قوية بين المنتخبين المغربي والفرنسي للسيدات، مواجهة تعيد إلى الأذهان